كله والله العظيم يا جماعة. أحمد ده أكتر واحد بيحب يسيب بنتي وأكتر. بتعاني من كارثة في حياتها ومقضياها خناقات مع جوزها، شايفة اخواتها هوبا خالص وهو قال على اخواتها مجانين. كلامي هنا عن أزمة البلوجر ليلى محمود اللي حصلت مع جوزها وكمان مع مولودها اللي مستنياه. يا ترى ايه الحكاية وامتى هتولد؟ ناوية تروح عند مين لما تقوم بالسلامة؟ وليه القلق محاوطها؟ ازاي غلطت في اخواتها وعيلتها؟ لو عاوزين تعرفوا القصة من بدايتها لنهايتها يبقى خليكوا معايا في الفيديو ده. ليلى محمود بتعاني مع جوزها اللي بيطلع صوت من مناخيره وهو نايم، وقال على البيبي اللي مستنياه واللي هو الأول ليها شبه الكلب. دي كمان شتمت اخواتها البنات وقالت عنهم كلام غريب والسبب أغرب. البلوجر ليلى محمود زي أي عروسة اتجوزت وبقت حامل ومستنية بيبي يملى عليها حياتها، بس فرحتها بالبيبي ضيعت الدنيا وخلتها تقول على اخواتها ملك وآية متخلفين عقليا، وبنات عمها كمان خدوا نصيبهم من لسانها، والسبب إنهم من مواليد برج الجوزاء. ليلى قالت إنها مش قادرة تستوعب ولادتها في شهر 5، بس امتى بقى مش عارفة، بداية الشهر نصه واخره الله اعلم، بس هي خايفة والقلق محاوطها من كل حتة علشان اغلبية عيلتها مولودين في شهر 5، وهي ليها مواقف كتير مع برج الجوزاء ده انهم هوبا خالص، لا وجوزها كمان قال عليهم مجانين. ليلى بتدردش مع الجمهور بعفوية وجوزها كان قاعد جنبها، وكل اللي قالته على سبيل الفرحة والانبساط بالنونو اللي جاي. هي حاولت تتوقع شخصيته من خلال ربط برجه باخواتها البنات اللي من مواليد نفس الشهر. هي معروف عنها انها بتحب الصراحة وما بتخبيش حاجة عن الجمهور. لما تولد احمد مش هيسيبها تقعد عند مامتها الا يوم واحد، بس هي ليها رأي تاني والرد عبرت عنه بتحكيتها اللي صوتها عالي، وقالت له اقابلك على 40. هما مش مستوعبين انهم هيكون عندهم نونو وخلاص هيبقوا بابي مامي، وده اللي خلى ليلى تقول مش هتصدق الا لما يكون في مفعوص نايم على السرير. احمد بيهزر معاها وبيقول لها اولدي بس انتي وملكيش دعوه بزن البيبي، انا هصحى بالليل واسهر مع ابني حبيبي اللي هيشيل اسمي في المستقبل. بس هي نصحى وقفشته، قالت انه بيحب النوم وهيسيبها صاحيه لوحدها. على العموم هي هتصوره وهو بيطلع صوت من مناخيره وهتثبت كلامها في فيديو على انستا، والكل هيشوف الاب الحنون سايب النونو وبيعيط ونايم. يعيط ونايم. ليلى اختارت اسم غريب جدا للبيبي، واحمد قال هما لو بيختاروا اسم كلب كان هيكون اسهل من كده. ضحكوا كتير وهزروا مع المتابعين وفرحتهم بالمولود المستقبلي باينه في عينيهم. هيقسموا الوجبات بالنص او ساعتها الظروف تحكم، يعني حد فيهم هيطبطب ويغير بامبرز والتاني هيحضر اللبن. اما عن مين هيعمل لهم ياكلوا ويشربوا سهله، الاتنين بيشغلوا دماغهم. ليلى قالت انها مأنتخه بقالها 6 شهور وعايزه تكملها سنه. في الفتره الأولى من الولادة هتروح عند أمها ست الحبايب، والمفاجأة اللي ناوية تعملها هتكون حفلة كبيرة وهتعزم الكل ومنهم النونو طبعا. ولما بدأت تحكي في الموضوع أحمد قال لها بلاش تبوظي المفاجأة. تعرفوا حد من برج الجوزاء هوبا كده زي ما بتقول ليلى، ولا هي من عالم تاني؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.